السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيه في قناة بايلينك وتعلم بيس ببساطة. كل عام وانتم بخير بدخول شهر رمضان علينا. لو جيت سألتك 2+2 في 2 بكام؟ لو قلتلي 8 فانت استنى معايا، قلتلي 6 انت بدأت تفهم وتفكر بلغة بايثون. الموضوع مش جمع وضرب وطرح، الموضوع ترتيب. خلينا نبدأ ببساطة. علامة زائد دي للجمع وعلامة النجمة للضرب، بس خلي بالك في الكيبورد الضرب مش الإكس، لأ ده نجمة. تعالى نطبقه. تخيل إنك تعمل برنامج كاشير معاك 3 أكياس شيبسي، الكيس ب5 جنيه، وإزازة بيبس 15. بلغة الآلة هنكتب شيبسي توتال بيساوي 3 في 5، وتوتال باي بيساوي شيبسي توتال زائد 15. تعمل برنت توتال باي، تعمل برنت توتال باي، تعمل رن، هيطبع معانا 30. ليه ضربنا الكمية في السعر بعدين جمعنا عليها البيبسي؟ الخطوة بتمشي واحدة بواحدة. تاني حاجة القسمة العادية ورمزها اللي هي الشرطة، وده رمزها division operator. طبعا اديك مثال print بتساوي 10 على القسمة العادية 4. نعمل run هتبقى 2.5. وهنا القسمة العادية تستخدم الفلوت اللي هي الأرقام العشرية اللي احنا خدناها قبل كده. طب انت عاوز الرقم صحيحة مش عاوز كسور ورقم عشري، هنستخدم القسمة الصحيحة، ورمزها هنزود كمان شرطة واسمها floor division. نعمل run هتبقى لنا 2. كأن بايثون بتقول مفيش كسور، خد الرقم كامل وصحيح. انتقل لتالت حاجة وهي القسمة بقى الاسم. هنستخدم علامة اللي هي علامة خصومات واسمها موديولز. هنكتب change بيساوي 11 علامة موديولز اللي هي هتبقى فوق 5 shift 5 بعد كده على 2. بعد كده هتكتب print change زي. نعمل run هيطبع لنا 1. الواحد ده هو الفك، وده اللي بنستخدمه عشان نعرف رقم زوجي ولا فردي. عندك ننتقل لتاني حاجة الأسس، وهي اسمها exponent. يعني إيه الأسس؟ الأسس اللي بنستخدم بدل نجمة واحدة هتبقى نجمتين. على سبيل المثال تبقى air بيساوي 4 نجمتين في 2. تعمل print للair للسداء، يعني تعمل استدعاء، نعمل run بقى 16. طب انت لو عملت فاصلة بين النجمتين نجمة ونجم، عملت فاصلة بين النجمة والنجمة وعملت run هيبقى على خطأ. طب نعمل ايه؟ لازم يبقوا الاتنين جنب بعض. دي أسرع وأنضف من إنك تكتب 4 في 4، مثلا لو هتستعمل مثلا العمليات الكبيرة. بس مهم جدا علامة الأس اللي فوق ال6 دي مش أس. بس مهم جدا علامة 8 الصغيرة دي مش أس، اللي هي باينة على الشاشة. أهم نقطة الأكواس مهمة جدا في عمليات الجمع والطرح. أي حاجة محصورة بين الأكواس تحصل قبل عملية الضرب والقسم. على سبيل المثال كتبنا برنت، نعمل كمان قوس 50 زائد 50 ناقص مثلا 10. وبعد كده عاوزين نضرب في 2. نعمل رن يبقى 180. طب انت لو عملتش اللي كويس هتعمل ايه؟ عملية الضرب هتسبق الطرح والجمع، لو عملت الرن هتطلع لك ايه؟ 80. لكن انت عاوز تعمل عملية الجمع الأول بعد كده الطرح بعد كده تضرب في الآخر، تحصرهم بين كويس. من غير كويس النتيجة هتطلع ايه؟ مختلفة.
تحدي الحلقة معانا تكتب result يساوي 10 زائد 5 في 2 أس 2. عايزك بقى تحسب لي النتيجة دي، شوف هتطلع معاك ازاي. لو عرفت تحسبها صح يبقى انت بقى تفهم تفكر فعلا بلغة بايثون. وفي نهاية حلقتنا متنساش تصلي على النبي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.